والله بتمنى اخش الحمام. انا ابويا راجل سواق في هيئة النقل العام. شفنا ايام صعبة جدا 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 جدا، يعني جدا. لما تحس بظلم جامد وانت مش قادر تتكلم، سيب الناس تظلمك قوي، ساعتها اللي هيرد عنك ربنا. احساس ظلمه صعب والله العظيم، والمصحف ربنا ما يوريه لحد. والله ربنا اللي عارف ربنا اللي عارف الحقيقة. فانية، يعني الدنيا دي فانية، هي اسمها دنيا اساسا، يعني هي دانية. نفسي في الاخر ربنا يسامحني على اي حاجة بعملها واخش الجنة. الفقير اكتر واحد بيبقى عنده اصرار انه يعمل حاجة، لان هو ما عندوش حل تاني. لو ما بقاش حاجة مش هيعرف يعيش. الغني اصراره اقل، لان هو كده كده عنده بديل. يعني لو عايز يلعب كورة وهو ظروفه كويسة، لو ما جاتش تمام. انما الفقير لو عايز يلعب كورة هيموت نفسه عشان يوصل، لان هو عارف ان هي دي الوحيدة اللي هتخليه يبقى احسن واهله يبقوا احسن. فهي الفكرة انه ممكن تاخد ظروفك دي دافع لانك تبقى حاجة، ايا كان المجال اللي انت عايزه، ايا كان المجال اللي انت عايزه. ما تقولش اصله مستحيل. احنا كان مستحيل المستحيل. احنا جايين، لا انا ابويا نجم، انا ابويا راجل سواق في هيئة النقل العام، لا انا ابويا راجل نجم، ولا عمتي مثلا كانت في مبنى الاذاعه والتلفزيون. فاساسا انك تطلع تبقى فجأة بطل فيلم سينما ونازل قدام ناس بقالهم 20 سنه بيعملوا بطوله. بس شفنا ايام صعبه جدا 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 جدا، يعني جدا جدا، اللي هو فوق ما تتخيل يعني. ومش طالع بتتاجر بده، ده انت طالع فخور بده. ايه الحاجة اللي ممكن تبكيك او تقول الدنيا مش مستاهلة بسببها؟ الناس، يعني في ناس كتير حالتها صعبه. ثانيا بحمد ربنا، ما انا كنت في الظروف دي، خد بالك. يعني انا بعيط برضه فرحه. احنا جاي من تحت قوي، ما عشان كده بقول لك. ومش حاجه وحشه ومش حاجه عيب ومش حاجه تضايق، بس انت والله العظيم صعب جدا توصل. يعني الحمد لله رب العالمين، بس انت عشان تلاقي يعني تحط نفسك في وسط اللي فوق دول، والله يا جماعه صعبه جدا. انا بقول لك دمعت في السينما لانه انا ازاي وصلت لده، انت فاهم؟ حتى لو انت ممكن وانت بتتفرج تشوفه شيء تافه، بس هو بدايه. انا وجهة نظري انه دي بدايه لمشوار نفسي بقى اكمله. والكلام كتير قوي ان انت والمصحف عمرك ما هتوصل، يا ابني دي ماشيه بالكوسه، يا ابني دي ماشيه بالواسطه، يا ابني انت مش بنت، البنات بيوصلوا اسهل. عارف كل الكلام اللي بيتقال ده اتقال لنا. انا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، وصلت اللي انا عايزه. بدات، انا بقول لك اللي انا فيه ده شايفه بدايه، بدات اللي انا ابدا احقق اللي انا عايزه. وفي نفس الوقت اقول لك على حاجه، بشوف بقى اللي سمعوا الكلام ده زمان لسه قاعدين على القهوه في المطريه. قول للناس ايه اي حد بيشتمك على السوشيال ميديا ممكن تقول؟ يعني مش هقول له حاجه طبعا، ربنا يسامحه. لانه انا سمعت حد قريب كان قال لما تتظلم، يعني لما تحس بظلم جامد وانت مش قادر تتكلم، يعني سيب الناس تظلمك قوي، لانه ساعتها اللي هيرد عنك ربنا. وربنا رده بقى اعظم واجل واحسن، لانه كلنا في الاخر هنروح. يعني انا عايز ده. احساس ظلمه صعب والله العظيم، والمصحف ربنا ما يوريه لحد، وربنا يسامح كل الناس. الاول ما كنتش بتضايق قوي عشاني، بس دلوقتي انت ليك عيال، في عيال بتروح مدرسه، ممكن تسمع كلمه مش حلوه، في وفي زوجه، وفي ما انا اسف لكل الناس، مع انه مفيش حاجه، بس بس انا اسف لاي حد عموما يعني متضايق مني. بس والله ربنا اللي عارف الحقيقه. انا عشت تجربه في قصه المرض دي، وما كانش مرض يعني مرض، يعني فاهم، كان حاجه تافهه جدا. يعني انا عملت عمليه هنا فتاء، تبان صغيره، بتتمرن في الجيم فتره مش عارف ايه، فبتشيل غلط حاجات، المهم فتاء ماشي. فهي بتتعمل في ربع ساعه ماشي، وبتروح بعدها بنص ساعه مثلا، وبتاخد يعني غرزه، وبتتكل على الله، بتروح لازقه كده وتشيلها بعد يومين والحوار خلص. حصل مضاعفات، وبتمشي بحاجه اسمها درانق كده، يعني عشان يعني انت عارف طبعا الناس. فانا قعدت حوالي مثلا في حاجه هتخلص في نص ساعه، قعدت حوالي شهرين في البيت. والله العظيم، والله بتمنى اخش الحمام. بس طلعت من ده بايه؟ انت هوا، انت فاضي، انت مالكش اي 30 لازمه. والله العظيم هنروح والله كلنا.
هنروح شكرا خلاص، يعني مش هنعيش كام سنة. لو قلت تلخيصك للدنيا او الحياة كلها في جملة ممكن تقول ايه؟ فانية. يعني الدنيا دي فانية، هي اسمها دنيا أساسا، يعني هي دانية، فهي أساسا مش حاجة. الأهم والله، وأنا مش بعمل لك فيها شيخ، بس الأهم والله الآخرة. أنا نفسي أقول لك حاجة، أنت عارف أنا حلمي إيه؟ كله يقول لك الحلم ومش عارف أنا حلمي إيه. والله العظيم ده بجد، أنا حلمي أخش الجنة. حلمي، سواء أنا اللي بعمله ده غلط أو صح، نفسي في الآخر ربنا يسامحني على أي حاجة بعملها وأخش الجنة.